بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. طبعا بالسابق طلبنا من الحكومة إعادة صياغة وثيقة الإصلاح الاقتصادي والمالي، وراح نبين الحقائق. لما يطلبون من الشعب الكويتي التقشف يفترض تعديل الميزانية وبنودها في الجهات الحكومية. بداية راح أضرب الأمثلة والمستندات والحقائق لتثبت واقعة كل الأمور. الحكومة تتراجع، ما قاعد تطبق القانون على نفسه. عندك استمرار تضخم أرصدة المبالغ المقيدة بحساب التعهد، مبالغ تحت التحصيل والديون المستحقة للحكومة بالعديد من الجهات، والتي تبلغ جملتها نحو مليار و800 مليون دينار كويتي. هذا بداية. تروح إلى الجهات الحكومية، وعلى سبيل المثال وليس الحصر، عندك تحميل المصروفات تخص السنة المالية محل التنفيذ بمصروفات تخص سنوات سابقة. وزارة الصحة 409 مليون دينار، وزارة الخارجية 396 مليون دينار كويتي، وزارة التعليم العالي 48 مليون دينار، وزارة الدفاع 47 مليون دينار. أما تروح إلى العلاج الخارج، وعلى مرور السنوات راح نثبت كيف يتم التجاوز، وبالدليل أن رئيس الوزراء له تصريح أنه يحول الملف إلى النيابة العامة. علاج الخارج في سنة 2012 كانت هناك 2580 اللي هي معاملة بالنسبة حق المرضى، و2013 3044، و2014 5531 مريض، وفي سنة 2015 تحديداً وحطها بين قوسين 11825، يعني ما يقارب 12000. احنا نقول لا يمكن أن نقبل المساس في أموال البلد، ولا تكون رحلة سياحية على نفقة الدولة بادعاء المرض. المريض يجب أنه يروح يتعالج، ولكن لما يتضخم الرقم من 5000 في سنة 2014 مقارنة في 2015 أكتوبر ما وصل حتى ديسمبر 11825. تروح إلى وزارة الداخلية في سنة 2014-2015 وهي الميزانية العامة، حطوا لهم بند 2,000,000 دينار للهدايا والضيافة، ولكن كم صرفت وزارة الداخلية؟ 23 مليون، يعني 21 مليون فوق المليونين اللي هم أجاز لهم وزارة المالية. نبي نسأل وزارة المالية عندما تذكر التقشف شلون وافقتوا لوزارة الداخلية تنط من 2,000,000 إلى 23 مليون، يعني هناك تجاوز 21 مليون. هذه بداية. إذا كانوا يقولون مصروفات سرية، هذه ما لها علاقة بالمصروفات السرية، هي بند الهدايا والضيافة والحفلات. الحكومة يفترض أن تطبق القانون على نفسها قبل لا تزيد الأسعار وزيد البنزين والكهرباء. راح نقدم قانون متكامل بخصوص كل هذه الأمور، حق المواطنة اللي هو بالنسبة حق الأسعار. وأيضا لما الحكومة تقول التقشف يفترض تطبق الأمور على نفسها. بالإضافة إلى السياسة الخارجية، ذكرت بالسابق أن احنا نفتخر فيها، ولكن يجب أن تعزيز له من أمور الداخلية، والسياسة الداخلية هي الأبقى والأهم. أما بنروح بالخصوص الميزانية العامة 18 مليار دينار، وفي تصريح لوزارة المالية راح توفر من زيادة البنزين فقط 150 مليون، 150 مليون دينار كويتي، وهذا حسب تصريح وزارة المالية. لما نقارنها في ميزانية العامة 18 مليار راح أنت توفر أقل من 1%، ويدعون أن نبي نحافظ على الميزانية وعدم الهدر. تروح إلى قطاع الكهرباء، لما زادوا الأسعار هل يعقل اليوم لما يصير القطاع التجاري زيادة من فلسين إلى 25 فلس، يعني زيادة أكثر من 1200%. لما تقول لي زيادة يفترض في تدرج ولا تضر المواطنين وأيضا الوافدين، لأن التاجر بالنهاية ما بيقول الكل، لكن بعضهم راح يزيد الأسعار والزيادة اللي عليه على ظهر المواطن ولا يتحمل التكلفة. فراح نقدم قانون بإلغاء التسعيرة الكهرباء والماء الجديدة اللي أقرها مجلس 2013. لما هم ذكروا في المذكرة الإيضاحية ايش قالوا؟ قالوا تعزيز اللي هو بالنسبة للاقتصاد وتحقيق التنمية. أي تنمية يتكلمون عنها إذا كانوا يبي يزيدون الأسعار؟ أي تنمية يتكلمون عنها عندما تصرح الحكومة علانية وتذكر فشل خطة التنمية السابقة ولم يتم محاسبة القائمين على فشلها، وإنما قرروا خطة بديلة ثانية؟ هل يعقل في المنطق والعقل أن أقر خطة التنمية وأقول أبي أعزز الاقتصاد وأزيد الأسعار؟ ما كان الأصل تنوع مصادر الدخل، أسهل القوانين لاستقطاب المستثمر الأجنبي، ولا أضرب له الطبقة الوسطى. اليوم لما تزيد الأسعار
أنت أثرت على ذوي الدخول المحدودة، هم الأكثر تأثراً من غلاء الأسعار. وأيضاً في الوثيقة الاقتصادية والإصلاحية فيها 6 بنود، من ضمن البنود إعادة تسعير الخدمات. إعادة تسعير الخدمات بدوا فيها أول شيء ما راحوا إلى تعزيز القطاع الخاص ولا إلى الأمور بالنسبة للشركات، إنما ذكروا أنه راح يقرون الضرائب في دراسة في وزارة المالية، وأيضاً عندهم راحوا على طول إلى جيب المواطن. نقول لا يمكن ولن نقبل إطلاقاً المساس بجيب المواطن، ولا يتم معالجة إخفاقات الميزانية وفساد الحكومة وتسيبها من جيب المواطنين. فيجب اليوم نسلط الضوء على الميزانية. لما أنا أقول 1,800,000,000 دينار اللي هي المبالغ الغير محصلة لسنة 2014 و2015، معناته الرقم قد يتضخم، لأنه مكتوب في تقارير ديوان المحاسبة استمرار تضخم أرصدة المبالغ المقيدة بحساب العهد. بالإضافة لما تقول لك في وزارة الداخلية 23 مليون وهذه مقيدة في تقرير لجنة الميزانيات، وأيضاً ديوان المحاسبة، كل الأمور قاعد تتكلم في المستند والحقائق. 23 مليون ومتى تحديداً؟ 2014 2015 لما يتم صرف هدايا وضيافة وحفلات 23 مليون في وقت اللي يقولون احنا بنمس جيب المواطن، في نفس الفترة يطلبون التقشف للمواطن وهم ما طبقوا التقشف على نفسهم. فلذلك نطلب من سمو رئيس الوزراء أنه يعيد صياغة الوثيقة الاقتصادية ويقدم حلول منطقية للحفاظ على الطبقة الوسطى وعدم الهدر في الميزانية بداية، ولا يتم معالجة إخفاقات الحكومة من جيب المواطنين.